زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله احتسبنا بالله الذي لا شيء يمتنع منه وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع تحجبنا وبأسمائه الحسنى كلها عائذين من الأبالسة شرهم ومن شر شيطان الإنس والجن ومن شر كل معلن ومسر ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ومن شر ما ذرأ وبرأ ومن شر ما خلق وما يخلق ومن شر إبليس وجنوده ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم أعوذ بما استعاذ به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا إبراهيم الذي وفى من شر ما يبغي ويتقى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فيتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا مطلعا على عوراتنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم اللهم فأيسه منا كما أيسته من رحمتك وقنطه منا كما قنطته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين جنتك إنك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلت على الله بسم الله اعتصمت بالله بسم الله انتصرت بالله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ظهر سر الله بسم الله جاء نصر الله بسم الله أتى أمر الله بسم الله برزت غارة الله بسم الله تمت كلمة الله بسم الله ركبت خيول الله بسم الله انتشرت جنود الله بسم الله جاءت رجال الله بسم الله جمعت آيات الله بسم الله نحن في أمان الله بسم الله علينا ستر الله بسم الله حولنا حسن الله بسم الله فوقنا حفظ الله بسم الله يحرسنا حسن الله بسم الله دخلنا في ساحة لا إله إلا الله بسم الله خرجنا إلى صحراء أمان سيدنا محمد رسول الله بسم الله قل كل من عند الله بسم الله نحن غالبون بإذن الله بسم الله معنا يد الله بسم الله وكفى بالله بسم الله والحمد لله بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وباسمك يا الله نكفى مدى المدى، وباسمك يا الله نحمى من العدا، وباسمك يا الله تجلى كروبنا، وباسمك يا الله نسعد بالهدى، وباسمك يا الله يبرأ داؤنا، وباسمك يا الله ننجو من الردى، وباسمك يا الله يبدل عسرنا، بيسر وشمل الخصم يبدو مبددا، وباسمك يا الله يبطل سحر من أرادوا بنا ضرا وقد عملوا سودا، وباسمك يا الله تحيا قلوبنا فنضرع قوانا لديك وسجدا، وباسمك يا الله نرجوك ربنا بحسن ختام والسعادة سرمدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا وأن يعافينا. بسم الله أشرق نور الله، وظهر كلام الله، وثبت أمر الله، ونفذ حكم الله. استعنت بالله، توكلت على الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تحصنت بخفي لطف الله، وبلطيف صنع الله، وبجميل ستر الله، وبعظيم ذكر الله، وبقوة سلطان الله. دخلت في كنف الله، واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم. برئت من حولي وقوتي، واستعنت بحول الله وقوته. اللهم استرني في نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وجميع ما أعطيتني بسترك الذي سترت به ذاتك، فلا عين ترى ولا ينتصر إليك يا رب العالمين. واحجبنا عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أصبحت وأمسيت في حفظك وأمانك وضمانك، وفي ركن من أركانك، في قبة من حديد، أسفلها في الماء ورأسها في السماء، مفاتيحها يا جميل الستر إذا أحاط البلاء. الله ربي وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيي، والكعبة قبلتي، وبقية الصحابة ركني، يا من الكل منه والكل إليه، يا من مقاليد السماوات والأرض كلها بيديه. اكفني بكفايتك شر من لم أقدر عليه. اللهم من أرادني بسوء فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم اغن نحره في كيده وكيده في نحره حتى يذبح نفسه بيديه. تحصنت بياسين، توكلت على رب العالمين. بسم الله على نفسي، آية الكرسي ترسي، والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنك قد أقدرت بعد خلقك على السحر والضر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك بإثم الضر،
فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد ما في الأرض والسماء، والحمد لله ملء ما في الأرض والسماء، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق. والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. من الأزل إلى الأبد على ما تعلق به علم الله عز وجل وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم إني أسألك بحرمة القرآن الكريم في السر الذي أودعته في سورة ياسين، وبحق من أنزلها ومن نزل بها ومن أنزلت عليه، أن تسخر لي قلوب عبادك يقضوا لي بأمرك جميع المطالب، واجعلني في كل أمر وشدة أنا الغالب، ومن علي يا مولاي بسرعة الإجابة. اللهم استجب دعائي وحقق فيك رجائي، وأدخلني وذريتي وكل من تحوط به شفقة قلبي في حرز لطفك المصون، واكفني شر ما يكون قبل أن يكون، بسر قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أموالهم ألف ألف بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي وعلى أولادي، بسم الله على مالي وعلى أهلي، بسم الله على كل شيء أعطاني ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء يرجو في السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله
ربي لا إله إلا الله. الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بك اللهم أعوذ من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي ودرأ وبرأ. وبك اللهم أحترس منهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم. وبك اللهم أدرأ في نحورهم وأقدم بين يدي وأيديهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في عبادك وعيادك وجوارك وأمانك وحزبك وحرزك وكنفك من شر كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبضت نفسي في خزائن بسم الله أخفالها في قتيب الله مفاتيحها لا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا واجب الوجود يا واهب الخير والجود أفض علينا أنوار رحمتك ويسر لنا الوصول إلى كمال معرفتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
اللهم إني أسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العيش أرغدا، ومن العمر أسعدا، ومن الإحسان أتما، ومن الإنعام أعما، ومن الفضل أعذبا، ومن اللطف أنفعا، ومن العفو أجمعا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة آمالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اصب سجال عفوك على ذنوبنا، ومن علينا بإصلاح عيوبنا، واجعل التقوى زادنا، وفي دينك اجتهادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا، وإلى رضوانك معادنا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة، وأحللنا دار المقامة، وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة. اللهم خفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيشة الأبرار، واكفنا واصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار، يا كريم يا ستار، يا حليم يا جبار، يا الله يا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا ممن ركبت على جوارحهم من المراقبة غلاظ القيود، وأقمت على سرائرهم من المشاهدة دقائق الشهور، فهجم عليهم أنس الرقيب مع القيام والقعود، فنكسوا رؤوسهم مع الخجل وجباههم للسجود، وفرشوا لفرط ذلهم على بابك نواعم الخدود، فأعطيتهم برحمتك غاية المقصود. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم ارزقنا منك طول الصحبة، ودوام الخدمة، وحفظ الحرمة، ولزوم المراقبة، وأنس الطاعة، وحلاوة المناجاة، ولذة المغفرة، وصدق الجنان، وحقيقة التوكل، وصفاء الود، ووفاء العهد، وعقاب الوصل، وتجنب الزلل، وبلوغ الأمل، وحسن الخاتمة بصالح العمل. صل على سيدنا محمد خير البشر وسلم. اللهم يا من أجرى محبته في مجال الدم من المشتاقين، وقهر سطوات الشك بحسن اليقين، أثبتنا اللهم في ديوان الصديقين، واسلك بنا مسلك أولي العزم من المرسلين، حتى نصلح بواطننا من لطائف المؤانسة، ونفوز بالغنائم من تحف المجالسة، وألبسنا اللهم جلباب الورع الجسيم، وأعذنا من البدع والضلال الأليم. فقد سألناك بصدق الحاجة والاعتذار، والإقلاع عن الخطايا بالاستغفار. أمرتنا اللهم بالسؤال فنادتك قلوبنا بالافتقار، ونظرت إليك مغل الأسرار بسلطان الاقتدار. فاجبر اللهم ذل انكسارنا بلطف الاقتدار، وجنبنا اللهم الإصرار من فتون الأشرار، حتى تسلك بنا سبل أولي العزم من الأخيار. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الأطهار وسلم. اللهم يا من حمل أولياءه على النجب السباق، ورفعهم بأجنحة الزفير والاشتياق، وأجلسهم على بساط الرهبة وحسن الأخلاق، وأهطل على لممهم سحب الآماق،
وشعشع أنوار شموس المعرفة في قلوبهم كبرق الشمس عند الإشراق، وكشف عن عيونهم حنادس الظلم، وأجلسهم بين يديه بتغريد القلوب واتصال العزم والطمأنينة وسمو الهمم. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سادات البشر وسلم. اللهم أرخص علينا ما يقربنا إليك، وأغن علينا ما يباعدنا عنك، وأغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. بكرمك أخلص أعمالنا، وبإرادتك اجعلنا نتوكل عليك، وبمعونتك اجعلنا نستعين بك. اللهم بجاه أهل الجاه، وبمحل أصحاب المحل، وبحرمة أصحاب الحرمة، وبمن قلت في حقه ألم نشرح لك صدرك. اشرح اللهم صدورنا بالهداية والإيمان، يسر لنا من طاعتك طريقا سهلا، ولا تؤاخذنا على الغرة والغفلة. استعملنا في أيام المهلة بما يقربنا إليك ويرضيك منا. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم أطلق ألسنتنا بذكرك، وطهر قلوبنا عما سواك، وروح أرواحنا بنسيم قربك، واملأ أسرارنا بمحبتك، واطوي ضمائرنا بنية الخير للعباد، وألف أنفسنا بعلمك، واملأ صدورنا بتعظيمك، وحيز كليتنا إلى جنابك، وحسن أسرارنا معك، واجعلنا ممن يأخذ ما صفى ويدع ما كدر، ويعرف قدر العافية ويشكر عليها، ويرضى بك كفيلا لتكون له وكيلا. ووفقنا لتعظيم عظمتك، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك، أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك بأحدية ذاتك، ووحدانية أسمائك، وفردانية صفاتك، أن تؤتينا سطوة من جلالك، وبسطة من جمالك، ونشطة من كمالك، حتى يتسع فيك وجودنا، ويجتمع عليك شهودنا، ونطلع على شواهدنا في مشهودنا. أطلع اللهم في ليل كوننا شمس معرفتك، ونور أفق أعيننا بنور بيان حكمتك، وزين سماء زينتنا بنجوم محبتك، واستهلك أفعالنا في فعلك، واستغرق تقصيرنا في قولك، واستمحق إرادتنا في إرادتك، واجعلنا اللهم عبيدا لك في كل مقام قائمين بعبوديتك، متفرغين لألوهيتك، مشغولين بربوبيتك، لا نخشى فيك ملاما، ولا ندعي عليك غراما. رضنا اللهم بما ترضى، والطف بنا فيما ينزل من القضاء، واجعلنا لما ينزل من الرحمة من سمائك أرضا، وأفننا في محبتك كلا وبعضا. صحح اللهم فيك مرامنا، ولا تجعل في غيرك اهتمامنا، وأذهب من الشر ما خلفنا وأمامنا. نسألك اللهم بمكنون هذه السرائر، يا من ليس إلا هو يخطر بالضمائر، صل على سيد السادات ومراد الإرادات، حبيبك المكرم ونبيك المعظم سيدنا محمد النبي الأمي والرسول العربي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك بالألف المعطوف، وبالنقطة التي هي مبتدأ الحروف، بباء البهاء، بتاء التأليف، بثاء الثناء، بجيم الجلالة،
بحاء الحياة، بخاء الخوف، بدال الدلالة، بدال الذكر، براء الربوبية، بزاي الزلفى، بسين السناء، بشين الشكر، بصاد الصفاء، بضاد الضمير، بطاء الطاعة، بضاد الظلمة، بعين العناية، بغين الغناء، بفاء الوفاء، بقاف القدرة، بكاف الكفاية، بلام اللطف، بميم الأمر، بنور النهي، بواو الولاء، بهاء الألوهية، بياء اليقين، بألف لام لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك، الفاشي في الخلق حمدك، الباسط بالجود يدك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في سلطانك وملكك وأمرك، تملك من الأنام ما تشاء ولا يملكون منك إلا ما تريد. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بجاه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم الأعظم الذي دعوتك به أن تصلي على النبي الأمي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بتلألؤ نور بهاء حجب عرشك من أعداء احتجب، ومن سطوة الجبروت ممن يكيد استغاث، وبقول حول شديد قوتك من كل سلطان تحصن، وبديموم أبديتك من كل شيطان استعد، وبمكنون السر من سر سرك من كل هم وغم تخلص، يا حامل العرش عن حملة العرش، يا شديد البطش، يا حابس الوحش، احبس عني من ظلمني واغلب من غلبني، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بسر الذات وبذات السر هو أنته لا إله إلا أنت، احتجبت بنور الله وبنور عرش الله وبكل اسم لله من عدوي وعدو الله، ومن شر كل خلق الله بمئة ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ختمت على نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وجميع ما أعطاني ربي بخاتم الله القدوس المنيع، الذي ختم به على أقطار السماوات والأرض. حسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. أزكى التحية والسلام على المضلل بالغمام، من حل في غيبة إمام
السلام ونشاهد البدر أمام النبي يا حاضرين يا حاضرين اعلموا علم اليقين علم اليقين أن رب العالمين فرض الصلاة عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسنين مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، واصلح لنا شأننا كله، وأصلح يا ربنا شؤون أمة سيدنا محمد، وفرج عن أمة سيدنا محمد يا راحم العباد وراحم البلاد يا راحم العباد وراحم البلاد يا راحم العباد وراحم البلاد يا ربنا عفوك ورضاك. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد في مشارق الأرض ومغاربها ما أهمهم وأغمهم، فإنك تعلم وترى ما نزل بهم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وحولك إلى قوتك، اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، ونستفتح أبواب رحمتك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد بريتك، ونستفتح أبواب رحمتك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد بريتك، ونستفتح أبواب رحمتك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد بريتك. فافتح لنا يا ربنا أبواب رحمتك واجعلنا أهلا لحكمتك يا أكرم الأكرمين. وبعد، فإننا في شهر عظيم مبارك منور معطر، شهر الأنوار والخيرات والبركات الذي له شأن عزيز على قلب كل مؤمن عرف الله ورسوله. هذا الشهر من الله سبحانه وتعالى علينا فيه بسيد الوجود، صلوا عليه، سيدنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وسيد الشافعين صلى الله عليه وعلى آله في كل وقت وحين. ومن الله عز وجل علينا وعليكم وفر حظوظنا وحظوظكم من معرفته صلى الله عليه وسلم، وفر حظوظنا وحظوظكم من محبته، وفر حظوظنا وحظوظكم من متابعته، وفر حظوظنا وحظوظكم من شفاعته، وفر حظوظنا وحظوظكم من مرافقته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أعلى درجات الجنان. ليس سبيل إلى محبته صلى الله عليه وسلم دون معرفته، وبقدر المعرفة تكون المحبة، وإذا حصلت المحبة المعرفة والمحبة يحصل الاتباع ولا بد من ذلك. والحق سبحانه وتعالى قال في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله. ونحن نسأل بعضنا: لماذا لا نحب خالقنا؟ هل يوجد شيء
فينا من خيرات ونعم من بصر وسمع ونطق ولسان وهواء وماء إلا من فضل وفيض ومنح خالقنا سبحانه وتعالى. ماذا تملك أنت وماذا أملك أنا؟ بصرك ليس منك، ليس من ذاتك، ليس استبدادا منك، وحواسك ومشاعرك. أنت مركب عظيم خطير، لن تستطيع أن تستغني عن جزء من هذا التركيب، جزء واحد من هذا التركيب لا تستطيع. ولو تأملت ونظرت لأحببت خالقك. أنت بحاجة له في كل نفس من أنفاسك. هل تستطيع أن تستغني عن الهواء؟ هل تستطيع أن تستغني عن الماء؟ وقس على ذلك. فإذا شهدت أبصرت وشهدت هذه النعم التي أنت بحاجة لها أشد الحاجة ومفتقر لها أعظم الافتقار، لا يسعك إلا أن تتأدب بين يدي خالقك كما مر معنا بحزب المراقبة والشهود، وأنا أوصي به. وأرجو من الشيخ بدر الله يحفظه بركي ربي سبحانه وتعالى بيشرح صدره، يفتح له يشرح لنا كلماته. ساوي لنا شرح على حزب المراقبة والشهود. هذا الحزب عظيم جدا، اللهم اجعلنا ممن ركبت على جوارحهم من المراقبة غلاظ الخيوط، وأقمت على سرائرهم من المشاهدة دقائق الشهود. شو دقائق الشهود؟ سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله. يعني هذا الشيء لولا سر الله ما كان، ولولا مدد الله ما كان. لذلك في ناس بيقولوا الله الله، يعني أهل الذكر أهل الحضرة، لماذا يقولون الله الله؟ هذه لا تكون قبل الشهود. سئل سيدنا الرواس من قبل جده سيدنا الصيام، قال له: ما الذكر؟ ما الذكر؟ قال: الذكر هو شهود المذكور من حيث عظمته. شهود المذكور من حيث عظمته. إذا كان في شهود بدون اعتبار، يعني مثلا نشهد مثلا التفاح وبقية الفاكهة وكلها معروفة لدى الجميع، ونشهد ما يقع بصرنا عليه، لكن شهود ألفنا شهود الماء، لكن كيف خلق وماذا يحمل من فوائد ومنافع ما نعرف. يعني الماء عندنا شيء روتين، لكن عندما يكون هناك شهود للأسرار المودعة بالمشهودات كما مر معنا بحزب المراقبة، ونطلع على شواهدنا في مشهودنا. هذا الماء مشهود. شو يعني مشهود؟ وقع شهودك عليه. طيب شو الاطلاع على الشواهد؟ الاطلاع على الأسرار، حتى نطلع على شواهدنا في مشهودنا. يعني لما الإنسان يطلع على المشهودات فيرى فيها سر رب الوجودات، سر من أوجدها، شو بيقول؟ يقول الله. مثلا الآن أنتم في هذا المجلس، يعني لا يوجد وجه يشبه الوجه الآخر، فأنت عندما تنظر تشهد متأملا متدبرا، هذا الوجه لا يشبه هذا الوجه، شو بتقول؟ الله. هلا قلت الله. تنظر إلى الماء، يصيبك العطش وأنت تكون بأمس الحاجة إلى شرب الماء، ما تستطيع أن تصبر دون أن تشرب. لو استمر العطش معك ماذا سيحصل لك؟ ستصاب بمشاكل كثيرة طويلة عريضة. تجد الماء أمامك، وتجد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الماء وقال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فتنظر إلى الماء ماذا تقول؟ الله. تنظر إلى الثمار، عنقود العنب كيف مصفوف، كيف مرصوص،
كيف هذا العنب ألوان العنب بالتركي؟ أذن ألوان كثيرة، أطعمة كثيرة، أسود فيه، أحمر فيه، أبيض فيه، صغير فيه، كبير فيه. مين رصه هيك؟ الله. فإذا نظرت إلى المشهودات ورأيت السر الإلهي فيها ماذا تقول؟ الله. طيب لو أراد الإنسان أن يشهد المشهودات هل يتوقف نطقه عن كلمة الله؟ رح يكون دائم يقول الله الله الله. عرفتوا مين هدول جماعة الله الله؟ أهل الشهود. ما ذكروا إلا بعد شهود الأسرار في المشهودات. من المشهودات يا أخي والأسرار، صوتي لا يشبه صوتك، وصوتك لا يشبه صوت الآخرين. لا يوجد صوت في الوجود يشبه صوتك. شو هذا؟ من أين هذا؟ أي وكالة وأي تدبير وأي اختراع وأي إبداع؟ إنه سر الله. لذلك كيف لا نحب خالقنا سبحانه وتعالى؟ طيب أذعنا بأنه هو الذي من علينا بنعمة الإيجاد، صحيح؟ ليس والدك هو الذي أتى بك إلى الدنيا، والدك كان مكلفا يحمل هذه النطفة ويضعها في المكان الذي شاء الله أن توضع به فقط. لكن هذه النطفة من جعل فيها الأسرار 40 يوما نطفة، ثم تتحول من نطفة إلى علقة، ومن علقة إلى مضغة، والمضغة هي قطعة لحم. من أين يعني تطورت من قطعة لحم إلى غير ذلك؟ فخلقنا المضغة عظاما. من أين جاءت العظام؟ فإذا عرفت ذلك أيقنت بوجود خالقك، وصرت تقول الله أكبر، الله هذا الرب العظيم الذي خلق هذا الملك وهذا الملكوت هو الذي أوجدني. كم أنا سعيد بنعمة الإيجاد التي من علي بها موجدي سبحانه وتعالى. لماذا خلقني؟ صورني، أحسن صورتي، أكرمني بالماء، بالهواء، بالستر، جعل لي أبوين، أحاطني بالنعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب بعد هذا ما المطلوب؟ المطلوب أن تحبه، المطلوب أن تكون دائم الذكر له، المطلوب أن لا تتنفس نفسا واحدا بدون أن تذكره. وحكينا مع أخواننا مرات أنه كل واحد منا كل يوم بيتنفس 14,000 مرة، ويلي ما استطاعوا يتنفسوا وصار عندهم أمراض ياخذون على المشفع المنفسي. أجرة المنفسة باليوم المبلغ الكبير الذي يعجز الإنسان. طيب الله أغناك عن المنفسة، وأغناك عن غسل الكلية، وأغناك جل جلاله إيش عن بطارية للقلب، وأغناك كمان عن أنه تجي تعمل عملية لعينك. أنت تتنعم تتمتع بنعم عظيمة. ألا تستحي من هذا الخالق الذي ملأك بالنعم؟ لماذا تغفل عنه؟ لماذا تنساه؟ لماذا تعرض عنه؟ لذلك ينبغي أن نتذكر نعم خالقنا. فالله قال قل إن كنتم تحبون الله، اللهم ارزقنا خشيتك واملأ قلوبنا من محبتك. اللهم ارزقنا خشيتك وأسكن قلوبنا محبتك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، ونحبك واجعلنا نحبك أو نحبك حب المشاهد لنعمه التي إذا نظر الإنسان أيمن منه لا يرى إلا نعما، وأمامه نعم، وعلى يساره نعم، ومن فوقه نعم، والنعم محاطة به، فيصبح الإنسان يحب الله سبحانه وتعالى من حيث شهود نعمه سبحانه وتعالى. فإذا حصلت على هذه المحبة الآن ستبحث عن شيء آخر. ما هو هذا الشيء الآخر؟ أنا أحب الله، كيف أتقرب إليه؟ أرسل لك رسولا صلى الله عليه وسلم وقال لك طيب وغني عن أنه يخبرنا ويأمرنا وينهانا، غني عنا. ما هذا التنزل العظيم
يعني على قدر عظمته جل جلاله يخاطبك فيقول لك قل إن كنتم تحبون الله، يخاطبنا فاتبعوني يحببكم الله. إذا أردت أن تحصل على المحبة منه بعد أن أحببته تحبه تتبع نبيه مباشرة تنال محبته. ماذا تريد بعد ذلك؟ أنت أحببت الله، اتبعت رسول الله، أحبك الله، ماذا تريد بعد ذلك؟ والله إذا بيعطوه كل يوم طائرة خاصة ما بتوفي معه إذا كان لا يحب الله أو لا يحبه الله. والحبيب المصطفى صلى عليه يقول لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما بعرف هي الزيادة ولا حول موجودة أم لا، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. شو يعني اللي طلعت عليه الشمس؟ المزارع والفلل والأنهار والبحار. إذا السر كما قال سيدنا الرواس السر في الأرواح، والدليل على ذلك السر في الأرواح لا في الأعظم. في ناس عندهم مليارات لكن هم في اكتئاب، في غم، في هم، في ضيق، وربما بعضهم يتمنى الموت لا يجده. وأنت ما عندك هذه الأشياء لكن عندك الصلة بالله وعندك معرفة الله وعندك محبة الله وعندك طاعة الله. وحسبك إن سجدت بين يدي الله أن تخاطب المولى قائلا يا سيدي يا مولاي كم أنا سعيد بسجودي بين يديك أذكرك. تعرف أنت مين عم تذكر؟ عم تذكر العظيم. ما حدا بيعرف قديش مساحة الكون. من المتصرف في هذا الكون؟ الله العظيم. أنت تذكر هذا الرب العظيم. لذلك اعرف هذه النعمة التي لا يرغب الشيطان أن تعرفها. أخطر شيء على الشيطان أن تعرف خالقك. أصعب شيء على الشيطان أن تتصل بخالقك. أصعب شيء على الشيطان أن تنظر إلى النعم التي أحاطك الله بها. لا يريد الشيطان لأنك تفلت من يده ولا يستطيع أن يسيطر عليك. كيف يسيطر عليك وقد اتصلت بالعظيم سبحانه وتعالى؟ لذلك نحن من الله عز وجل علينا بهذه النعم العظيمة. خلقنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبعد هذا الكرم العظيم أخذنا. شوف مين اختار لك اليوم. إذا كان في والد بده يدرس أولاده وربي سبحانه وتعالى أغنى هذا الوالد، مين بيجيب له أساتذة؟ مين بيجيب له؟ بيجيب له خير الأساتذة. بيجيب له أستاذ الإنجليزي اللي جيد جدا، أستاذ الفيزياء جيد جدا، أستاذ الرياضيات جيد جدا. ولو طلبوا منه أسعار عظيمة بيقول لهم أنا بعطيكم. هذا أب عم إيش؟ عم يدرس ابنه. شوفوا حضرة الحق سبحانه وتعالى. نحن ما لنا أبناء، نحن عباد لله سبحانه وتعالى، نحن عبيده جل جلاله. شوفوا مين اختارنا يعلمنا. اختار لك سيد الوجود الذي أرسله رحمة للعالمين. قال لك مين تتبع؟ اتبع هذا الحبيب. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يؤلمه ما يؤلمك، يزعجه ما يزعجك، يحب سعادتك. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. كم صبر من أجلنا رسول الله، كم تحمل من أجلنا. لو وضعت صبره فقط أمام عينيك ثم وجدت سلوانك عنه ما تستطيع أن تتحمل. صبر كثيرا. أنت تكون في سلوان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سخر هواك لاتباع المصطفى، سخر هواك لاتباع المصطفى كيما تكون مؤمنا مشرفا. واعلم بأن الاتباع وحده بلا محبة تشيد ركنه كجسد وليس فيه روح. اتباع بلا محبة ما بيصير. وبالهيام يحصل الفتوح. فهكذا كان الصحابة الأولى فأدركوا بذا وذا سر العلا. شو بذا وذا؟ بالحب والاتباع. كان الحبيب المصطفى أحب إليهم من آلهم والقربى.
كم قد شغلنا بسواه عنه. ليه؟ لماذا ننشغل بسواه عنه صلى الله عليه وسلم؟ وفاتنا الخير الكثير منه، نسأل الله السلامة. هو التهامي صلوا عليه، فجد بالروح له وعن سواه اعمى، يعني لا تنظر إلى غيره، وأصلح الولا. اللهم ارزقنا معرفته، اللهم ارزقنا محبته، اللهم ارزقنا اتباعه. سل نفسك في كل يوم ما محلي من الإعراب عند رسول الله. سؤال أعظم، ما محل رسول الله عندي؟ شو محله من الإعراب عندي؟ ما قدره عندي صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه التي بين جنبيه. والله تعالى قال: فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. مو بس تحكيم وإذعان ورضا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. خلاص هيك أمر الحبيب على الراس والعين. شوفوا شو قال الإمام الرفاعي، قال: والله لو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقص وقطع أعناقنا لقصصناها امتثالا لأمره الشريف، ولا يأمر رسول الله إلا بخير صلى الله عليه وسلم. لذلك من أخطر ما يكون أن لا يكون قدر لرسول الله عندك. ما هو قدر رسول الله عندك؟ وإذا نظرنا في هذه المسألة نجد أنفسنا مذنبين، نسأل الله أن يصلح أحوالنا. اللهم عرفنا، سيدنا الإمام الشاذلي رضي الله تعالى عنه يقول: اللهم عرفنا إياه برسول الله، وعرفني إياه معرفة أشهد بها محياه وأصير بها مجلاه. شو يعني مجلاه؟ يعني جميع خصاله تشرق فيها. مثل وقت بتحط شيء إلى المرآة، شو بتصير؟ وقف قدام المرآة، شو بتصير؟ المرآة تصير مجلاك، يعني أنت تجلى في المرآة. الإمام الرفاعي قال: اللهم حققني بالمعرفة المحمدية وحلني بالصفات المصطفوية، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. وبقدر معرفة رسول الله ومحبته واتباعه يكون قدر ولاية الإنسان. قديش عنده من الاتباع؟ تكون في الكفة الثانية العناية من الله سبحانه وتعالى. لذلك الآن ينبغي أن نفتش على هذا الكنز. أي كنز؟ كنز معرفة المصطفى، كنز محبته. أكلنا سمك كتير وكباب كتير ومقبلات كتير، ما تركنا نوع من الأطعمة إلا وذقناها، لكن هذا لا يغني. لكن في شيء ما ذقنا، ومعرفة المصطفى، محبة المصطفى، المعرفة، البحث المتتالي عن هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام. وليلزم كل منا في هذه الأيام التي هي أيام شهر ربيع، ليلزم كل منا كثرة الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يعني كل واحد يعمل أقل شيء 500 مرة من الصلاة على النبي إلى 1000 مرة، حتى يكون هذا الشهر منور من أوله إلى آخره بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. أما إذا أعرضنا عنه كيف لا ننظر إليه؟ والله أنا أستحي أن أقابل رسول الله. والله يعني سيدنا الراس يقول: إني إذا ادعيت يوما حبهم لعبء وزري يا هذيم أستحي، لأن مثلي وعزيز قدرهم لأن مثلي وعزيز قدرهم لرتبة الحب لهم لم يصلح. والله لو واحد قال لي: تحب أن ترى رسول الله؟ وأقول: أستحي والله، بسبب التقصير، بسبب ترك السنن، بسبب الإهمال. نحن نحتاج إلى الدعاء: اللهم أصلح شؤوننا. اللهم ببركة هذه الأيام وببركة الحبيب المصطفى خير الأنام
الذي أرسلته رحمة للعالمين أصلح شؤوننا. اللهم لا تحرمنا من معرفة حبيبك المصطفى، ولا تحرمنا من محبته، ولا تحرمنا من اتباعه، ولا تحرمنا من شفاعته، ولا تحرمنا من مرافقته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أعلى درجات الجنان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أعطونا أشرق المولد في سعد السعود نقرأها نحن وإخواننا هذه الأيام المباركة. هذه القصيدة لقطب مكة حضرة مولانا الشيخ محمد أمين الكتبي. ومن أجمل ما قرأت في وصف ليلة الميلاد رضي الله عنه. والمتكلم مين؟ المتكلم رجل وارث محمدي دائم الاتصال بالحبيب صلى الله عليه وسلم. خلي أكثر من واحد يوزعون شان الوقت. عطوا الأخوة. هات يا عيني، هات. جابوا اليوم 1000 ورقة منا. شوفوا وين حطوه. أربوا بسم الله يسعوا يفسح إلا قدموا. وجدتوهم جابوا اليوم 1000 ورقة منهم. شوفوا وينهم. أشرق المولد في سعد السعود، وبدا الهادي إلى دنيا الشهود. قبضة النور التي منها الوجود، وسراج الكون في جنح الظلام. اشهدوا يا أهل وادي المنحنى كيف شاع النور والنار من هنا. فاستضاء الكون من هذا السماء، وانجلى به المصطفى هذا القتام. ليلة سارت بذكراها الركاب، سادت الأزمان في أم الكتاب. ليلة طال بها الأنس وطاب، فرحا بالمصطفى عالي المقام. إنها ليلة ميلاد الأمين، إنها مرات والضاحي الجبين. إنها تاريخ توحيد ودين ونظام ووئام وسلام. ليلة نالت بها أم القرى شرفا أكبر مرفوع الذرى. أطلعت شمسا وأبدت قمرا، آثر الله بها البيت الحرام. يا رسول الله بالحق المبين، يا مزيل الشك عنا باليقين.
يا حياة الروح يا نور العيون يا حياة الروح يا نور العيون يا حياة الروح يا نور العيون يا شفيع الخلق في يوم الزحام أنت بين الروح والجسم مقيم يا حبيبي أنت عند الله محبوب كريم أنت في الدنيا وفي الأخرى مقيم يا حبيبي أنت في الأولى وفي العقبى إمام أنت قد أخرجتنا من كل ضيق يا حبيبي ثم حذرت بنيا بالطريق وحمان قصر في حق الحبيب يا عيني فاته من حبه أو فتصيب فله حق على كل غريب يا عيني وبعيد بآياته التزام وخذي التفصيل من لو أنهم يا عيني قدموا إذ ظلموا أنفسهم وأحاديث رويناها لهم يا عيني ساقها السبكي في شاف السقام ربي فرحنا بأنوار النبي يا إلهي الرسول السيد المطلب سيد الكونين عالي الرتب يا إلهي الذي نال مقاما لا يرى حسن والله في كل العقول يا عيني حب طه وعلي والبتول وبنيها السادات الغر الأصول يا عيني وجميع الآل والصحب الكرام فعليه صلوات طيبات يا عيني زكيات غنيات رائحة وعلى القطب وأهل الدرجات يا عيني وتحيات وروح وسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسل الله
الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين. قل
دخيلك يا حبيب الله. سعدي شجر نطق الحجر، سعدي شجر نطق الحجر، شق القمر بشارته، شق القمر بشارته، المدد المدد يا رسول الله. دخيلك يا حبيب الله. وف محمد